السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غنشوفوا اقتراح جديد بالنسبة للمول العجيب واستعمالاته. غادي نحضروا بسكوي بخاليني مع موز وشوكولا نوار. غادي نحتاجوا للبسكوي، عندنا هنا 2 بيضات، غادي نطربوهم مزيان مع كأس ديال سنيده، غنخليهم حتى يذوب لينا السكر مزيان ويضاعف الحجم ديالهم. غادي ناخذوا 2 معالق كبار ديال البخانيني د اللوز اللي ديجا درنا الفيديو ديالو، غادي نخلطوه مع كاس ديال الزيت، غنخلطوه مزيان حتى يطلق لينا شويه. من بعد غنضيفوا كاس ديال الحليب، كنخلطو مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. بالنسبه للعبار بالغرام، عندنا 83 غرام ديال الحليب، 83 غرام ديال الزيت، و83 غرام ديال السكر. غادي نضيف هنا الدقيق اللي درت 100 غرام، تقريبا كأس ونصف، دقيق الممتاز بطبيعة الحال. غادي نضيف معاه خمارة قياس 8 غرام، ومن بعد كنضيف اللوز هاشي اللي ديجا حمرته، او ممكن تستعملوه بلا تحمار، غير بالنسبه للوز المحمر كيعطي واحد النسمه زوينه. غادي نضيف انا 2 معالق، ممكن ديروا 3 او القياس اللي بغيتو. كنخلطوهم مزيان. البيض من بعد ما طربناه مزيان غادي نضيفوه على الخليط الاول، وغنحركوه غير بشويه حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. من بعد غادي ندهن المول بالزبده ونرشو بالدقيق، وغنصب فيه هذا الخليط وندخلو للفرن على درجه حراره 180 مده 20 دقيقه. غنحتاجو الكريمه الانجليزيه 2 كيسان ديال الحليب، غنديروهم يغلاو مع فاني او لوغو د الفاني. من بعد غناخدو 2 اصفر البيض، غنخلطوهم مزيان مع نصف كاس ديال السنيده، نخلطوهم حتى يوليو على شكل كريمه. ومن بعد ما يغلى لنا الحليب غادي نضيفوه الكريمه ديال البيض، خلطو مزيان ونرجعوا الخليط كامل الكاسرونه ونرجعوه فوق النار يغلى شويه. ملي كنوضعوا الكاسرون فوق النار ما كنهداوش من التحريك، كنستمروا حتى كيغلى لينا الخليط وكنشوفوا انه كيغلى، كنطفيو عليه النار ودائما مع التحريك. من بعد غادي نضيف واحد 2 قطع ديال الشوكولاط، تقريبا واحد 200 غرام. ممكن تضيفوا اي نوع ديال الشوكولاته، انا استعملت السوداء، ممكن تضيفوا الشوكولاط ابيض حتى هو كيجي زوين بزاف. غادي نخلطو مزيان وغنضيف معاه واحد 4 ديال الاوراق ديال الجيلاتين، تقريبا واحد 14 غرام ديال الجيلاتين. هذا القياس ديال الكريمه الانجليزيه ممكن اننا نضيفوا غير النص على حسب المول اللي عندنا، ممكن نديروا غير نصف المقادير اللي قلت دابا على حسب المول اللي عندكم او المول اللي مستعملين. كنخلطوا مزيان. بعد ما كيرطبوا لينا الجيلاتين كنعصروهم مزيان من الماء وكنضيفوهم على الخليط، ودائما مع التحراك هكا كيكون القوام ديال الخليط ديالنا. وكنحركوا كلشي مزيان حتى كيذوب لينا اوراق الجيلاتين، وكنخليوه يبرد تماما. عاد كنكملوا التحضير. غادي ناخذوا الكريمه كريم شونتي، غنطلعوها غير نص طلعه
او سومي مونطي، ما نخليوهاش تتعقد مزيان، كتبقى شويه مطلوقه. وغنضيفها على خليط الشوكولاته او كريم انجليز وشوكولا. من بعد ما كنضيفوا ليه الكريمه كيولي سميتو موز وشوكولا. كنخرجوا المول ديالنا من الفرن كما كتلاحظوا باقي سخون. غادي نحركو نخليه حتى يبرد مزيان. عاد كنوضعو في صحن التقديم، كنوضعو في الوسط موس وشوكولا، وكنزينوه باي طريقه بغيتو. انا غنزينو غير بالكريمه اللي بقات لي. نتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم، وبالصحه والراحه.